بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بنرحب بيكم على قناة أبرار التعليمية والتجارية. هنكمل النهاردة بإذن الله منهج إعادة تأمين. الفيديو رقم 3 للصف الخامس، فنية تجارية متقدمة، شعبة تأمينات تجارية وشؤون قانونية. بإذن الله هسيب لكم روابط الفيديو رقم 1 ورقم 2 والمزايا التأمينية وكل المواد المتعلقة بالصف الخامس التجاري أسفل الفيديو بإذن الله، فتابعوني. الدرس بتاع النهاردة بعنوان أهمية إعادة التأمين. في بعض العناصر الأساسية اللي احنا بإذن الله هنحفظها، وبعد كده هنقدم مجموعة من الشروحات البسيطة لتوضيح الفكرة عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل وممل. ونبتدي على طول. أهمية إعادة التأمين: أول حاجة الاحتفاظ بعلاقات طيبة بين العملاء والمنتجين وهيئات التأمين بعضها البعض. رقم 2 وسيلة فعالة لتخفيض الخطر والحد من الخسائر التي تتعرض لها شركة التأمين الأصلية. رقم 3 إتاحة الفرصة لهيئات التأمين الأصلية لاكتساب خبرات إعادة التأمين. رقم 4 والأخيرة إمكانية تخطي السوق الوطنية إلى السوق العالمية. ويلا بينا في شرح النقطة رقم 1 اللي هي الاحتفاظ بعلاقات طيبة بين العملاء. هنشوفها تتفهم ازاي او نحاول نبسطها. طبعا احنا بنتكلم، هقرا لك الجزء ده وبعد كده باذن الله هشرحه لك. طبعا نظرا للقدرة المحدودة لهيئات التأمين وعدم تمكنها من استيعاب كافة الأخطار كبيرة الحجم وعدم تحملها الأكثر من قدر معين من الخسائر بالنسبة لأي خطر، وعلى ضوء الإمكانيات الفنية والمادية المحدودة والمتاحة للهيئة المعروض عليها الخطر، فكان له مردود سيء على علاقتها مع العملاء. ومن ناحية أخرى فقدت الكثير من العمليات وذهبت لهيئة أخرى. أول حاجة هنتكلم زي ما احنا اتفقنا في الفيديوهين اللي فاتت، في الدرس اللي فات الخاص ب وظيفة إعادة التأمين أو فوائد إعادة التأمين. احنا اتفقنا ان القانون ألزم شركات التأمين ان هي لازم تلتزم بعدد معين من المؤمنين لديها، تمام. وده بيسمي عندي في القانون الطاقة الاستيعابية او القوة الاستيعابية. طبعا كل شركة تأمين حسب رأس مالها، فالقانون بيحدد لها مجموعة من الأفراد اللي ما ينفعش إن هي تأمن أكتر من كده، يعني ما ينفعش إن هي تتخطى هذا العدد. فبتبتدي تلجأ لموضوع إعادة التأمين لو هي عايزة تستثمر أكتر من القوة أو أكتر من الطاقة الاستيعابية بالنسبة لها، فبتلجأ لشركة تاني بتأمن عندها، يعتبر تأمين من الباطن. طبعا لما الشركة ملزمة برأس مال محدد وملزمة بطاقة استيعابية محددة، في بعض التأمينات أو في بعض العمليات اللي رأس مالها بيبقى كبير قوي، فشركة التأمين بترفض القيام بالتأمين على هذا النوع من التأمينات. مثال: ما ينفعش مثلا في بعض الشركات، تمام، عايزة تأمن على طائرات، فنوع التأمين ده مش موجود في مصر لكبر حجم التعويضات الخاصة بالطائرات. فبتروح تلجأ، طبعا انا بقول لها انا ما عنديش الامكانية ان انا أأمن على طائرات، لان لو حدثت لا قدر الله حادث وسقط الطائرة، مين هيعوض كل الناس الموجودين في الطيارة؟ يبقى خسائر الطائرات بتبقى خسائر مهولة والتعويضات بتاعتهم بتبقى جامدة. فشركة التأمين بترفض القيام بهذا النوع من التأمين. نيجي تأمين على سفن أو تأمين على غواصات، برضو مش موجود ليه فرع في مصر. شركات التأمين في مصر بتدور على التأمينات صغيرة الحجم صغيرة الخسائر، يعني تعرف ان هي تبتدي تدفع تعويضات للمؤمنين. يبقى احنا شركات التأمين اللي عندها إمكانيات فنية ومادية محدودة أوي، فمش بتقبل أي حاجة. فمن طبعا من رفض الرفض، شركة التأمين في مصر بيجيلها مثلا سمعة سيئة ان هي بترفض التأمين او بترفض، ما عندهاش راس مال يغطي كل هذه الخسائر. فطبعا دي بتعمل مردود سيء على علاقتها مع العملاء وعلاقتها مع بعض شركات التأمين. فالناس اللي عايزين يأمنوا على الحاجات الغالية قوي دي بيلجأوا للتأمين عليها خارج مصر. نيجي لشرح النقطة اللي بعد كده، وسيلة فعالة لتخفيض الخطر. طبعا أنا بعتذر جدا جدا، صوتي تعبان جدا جدا، تمام، ودعواتكم طبعا بالشفاء.
يبقى إعادة التأمين احنا أخدنا خطر كبير أو عملية تأمين كبيرة، فقسمناها بيننا وبين شركة إعادة التأمين. فطبيعي زي ما احنا هنقسم الأقساط هنقسم كمان الخسارة وهنقسم التعويضات بيننا احنا وشركة إعادة التأمين. فطبعا دي تعتبر طريقة مثلى لتخفيض الخطر، ومن تخفيض الخطر ببتدي أخفض الخسائر. الشرح رقم 3: إمكانية تخطي السوق الوطنية إلى السوق العالمية. طبعا احنا بقت عندنا خبرات في مجال التأمين وكتر التعاملات في عمليات التأمين، بقى عندنا رأس مال. بعض الشركات بقى عندها رأس مال محترم، فبتبتدوا الناس يلجأوا إلى التأمين داخل مصر بعد ما كان التأمين كله خارج مصر. في بعض الشركات بتيجي تأمن عندنا على بعض الممتلكات داخل مصر. طبعا النقطة الأخيرة رقم 4: إن احنا بيبقى عندنا ما شاء الله خبرات نتيجة لزيادة عملية التأمين، نبتدي نبقى حضرتك اكتسبنا خبرات ونبتدي كمان نصدرها للخارج ونفتح فروع لشركات التأمين خارج البلد. انتظرونا كل اثنين وخميس من كل اسبوع فيديوهات جديدة من فيديوهات قناة أبرار التعليمية. اللوجو بتاع القناة جاهز، تقدر بإذن الله استعين بالله وخليك طموح وبإذن الله هتوصل. يبقى فضلا وليس أمرا، يسرنا بشدة الإعجاب بالفيديو ودعم القناة وتفعيل الجرس والاشتراك في القناة علشان الترند بتاع القناة يرتفع شوية ويبتدي الشرح بتاعها يغطي فئات كبيرة من الطلبة الغير قادرين على الدروس. ده كان شرح مبسط أول درس أهمية إعادة التأمين، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو شرح جديد من فيديوهات قناة أبرار التعليمية. كنت معاكم النهاردة محاسبة هبة فتحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.